السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم تاني في قناتي بهدوء مع هاجر. النهاردة ان شاء الله اول مرة انزل لكم نوع فيديوهات دوت. يعني بيعبر عن الحياة اليومية بتاعتي، وان انا عايشة ازاي وبعمل ايه في يومي. اخدكم معايا في يومي ونقضي اليوم سوا. النهاردة ورانا طبعا شغل كتير. فكنت حابة برضو اعرف في التعليقات هل انتوا بتحبوا انواع الفيديوهات دي ولا نرجع للنوع القديم اللي احنا كنا بنعمله، اللي هي فيديوهات عادية وفي الخلفية فويس اوفر عن موضوع مثلا معين او كده. فالنهاردة في شغل عندنا في البيت، فهاخدكم معايا في يومي النهاردة، قضوا معايا اليوم. بدأت أول حاجة إن أنا أعملها إن أنا أروق الصالة. الصالة كانت مدربكة حواليا بصراحة وأنا قاعدة، لأن أغلب قعدتي بقيت فيها. أنا طلعت التلفزيون بره، التلفزيون كان في غرفة النوم اللي أنا بنام فيها، وطلعته بره في الصالة لأن أنا الفترة اللي فاتت حصل معايا مواقف مش لذيذة. حصل إن في حد حاول يفتح باب الشقة وأنا موجودة جوه الشقة، فستر ربنا طبعا الحمد لله إن ما حصلش حاجة. انا ما كانش عندي ترابيس للباب، فاضطريت ان انا اجيب حد يركب ترابيس، وان انا بقيت بقفل على طول. بقيت متعوده ان انا بولع نور السلم قبل ما بنام، وان انا بقفل على طول بالمفتاح، بحيث ان ايه، لو حد حاول يدخل او كده ما يعرفش. بسيب طبعا المفتاح في الباب. بس واخدت لي يومين كده 3 كنت بنام في الصاله، عشان لو حصل اي حاجه ابقى مستعده يعني او كده. ف بس يعني ما الحمد لله ربنا ستر وما حصلش حاجه. فنقلت تاني لاوضه النوم. انا طبعا مش عارفه كنت قلت لكم قبل كده ولا لا، بس انا طبعا القعده بتاعتي كلها كانت في غرفه النوم جوه. والتلفزيون كان في غرفه النوم برضو، ولكن انا طلعته في الصاله علشان كان بقالي يومين او 3 بنام في الصاله. فانا بصراحه مش عارفه هل ارجعه اوضه النوم تاني ولا اخليه بره في الصاله. هو انا اصلا عموما عايشه لوحدي، فمش عارفه بصراحه، يعني معيش ناس في البيت ممكن تعمل مثلا تبهدل المكان او كده. هي الفكره في السقعه. الفكره ان الصاله واسعه شويه، فهي بحس فيها بالبرد. وطبعا انا خلاص ما عدتش بنام في الصاله، انا بنام في الاوضه بتاعتي عادي، رجعت لمكاني الطبيعي عادي خالص. حتى انا بنظم معاك اهو. دي الحاجات المهمه طبعا، معلش يعني دي الحاجات المهمه اللي انا بحطها جنبي على الكومودينو عشان انا بحتاجها، اللي هو مرطب الايدين واللي برطب بيه ايديا ورجليا قبل ما بنام، ده لازم. علشان فتره الشتاء ما بتعمل جفاف جامد قوي في الايدين، وبتخلي الايد شكلها مش حلو، وبتعمل جفاف في الرجلين برضو لو انتي ما رطبتيش بشكل دايم. هتخلي شكل ايدك وشكل رجلك مش لطيف، مش الطف حاجه يعني. فانا دايما مخليه جنبي الكريم ده قبل ما بنام. بعمل منه، بحط منه على ايدي وعلى رجلي، بس انا مش بحط منه على بشرتي. في كريم تاني مخصص لبشرتي لوشي، لان الكريمات دي عموما او اللي بتيجي من الصيدليه اللي هي دعائيه، او يعني مثلا زي ايفا، زي الحاجات دي بتبقى مخصصة اكتر للايدين وللرجلين، مش للبشرة. للبشرة بيبقى في حاجات تانية خالص، لو انتي حابة تعرفي عنها ممكن تسألي دكتور، او تدخلي على جروبات بقى اللي هي بتبقى على الفيسبوك، تسألي لو حد مثلا استخدم كريم مرطب لبشرته ايه احسن نوع، واكتبي مثلا نوع بشرتك او كده. تمام. فانا دلوقتي خلاص خلصت الصالة وظبطتها وبقت كويسة جدا زي الفل الحمد لله. ولسه عندي نفس الحيرة، مش عارفة ادخل التلفزيون في اوضة النوم ولا اسيبه بره، مش عارفة بصراحة. وخلصت اوضة النوم طبعا وعطرتها وخليتها كويسة. وبعد كده دخلت على المطبخ. انا كان عندي ماتش مواعين بصراحة، يعني هو ما كانش كتير، هو ممكن يبان في الفيديو ان هو كتير، بس هو على ارض الواقع هو ما كانش كتير بصراحة. لان انا بقالي فترة ايدي في المواعين اول باول، وانا اصلا يا جماعة كنت من نوع الناس اللي هو الكسلانة بصراحة، ما يعني بعمل اي حاجة في البيت الا المواعين. انا ما بحبش غسيل مواعين اصلا. اخر حاجة ممكن اعملها غسيل مواعين. انا ممكن اغسل، انشر، اطبق هدوم احطها في الدولاب، اكنس، اروق ترويق سريع. المواعين دي ما كنتش بحبها بصراحة، لكن بقالي فترة بعود نفسي ان انا احبها، وبعود نفسي ان انا اول باول، علشان حسيت قد ايه انا برتاح. يعني لما بخلصها اول باول حسيت قد ايه بجد انا ببقى مرتاحة، ان انا في اي وقت بصحى مزاجي حلو وبالي رايق، مش شايلة هم المطبخ. لو جالي ضيوف في اي وقت مش شايله هم ان ممكن اي حد يدخل المطبخ فيتفاجئ مثلا ان المطبخ مليان مواعين او كده، خصوصا ان احنا بقالنا كذا يوم عندنا عمال في العماره بيركبوا الغاز وكده، فبيجي زيارات للبيت علشان يعملوا المواسير او يعملوا حاجات زي كده خاصه بالغاز يعني. فطبعا اضطريت ان انا اروق المطبخ كله مره واحده. وبعد كده بقى بقيت بحافظ، يعني انا بقيت اي حاجه بستخدمها زي الخلاط مثلا كده، اي حاجه بستخدمها اول باول بغسلها. وعموما اصلا الخلاط
اول باول، ما بحبوش ينشف، اول باول بغسله. عملت فيه طماطم، عملت فيه بصل، عملت فيه حاجه، فبغسله على طول. الخلاط بالذات تنظيفه بيبقى صعب وبيبقى رخم بالنسبه لي، فانا ما بحبش الحاجه تلزق فيه، وما بحبش ان انا اركنه. يعني انا بعمل في الخلاط حاجات كتير، بعمل كيكه مثلا او كده، فيا دوب بنقعه حاجه بسيطه خالص عبال ما الكيكه تستوي، اخرجها من الفرن، وعبال ما هي تبرد بكون انا غسلت الخلاط ورجعت مكانه، وكل حاجه رجعت طبيعيه. تمام. فانا كنت عايزه اتكلم معاكم في موضوع كده، يعني اعرفكم بنفسي اكتر، بما ان ده اول فيديو اعمله على القناه بالطريقه دي، اللي هو الحياه العاديه العامه بتاعتنا، الروتين بتاعنا اليومي. فكنت حابه ان احنا نتعرف على بعض كده. عايزه اعرف بتتابعوني منين، بتتفرجوا عليا من انهي بلد؟ اكتبوا لي في الكومنتات كده عشان اعرف متابعيني حبايبي منين، من انهي بلد. انا هاجر من مصر، وعندي 33 سنه، عايشه لوحدي. طبعا في ظروف هي اللي حكمت عليا ان انا اعيش لوحدي، يعني مش بمزاجي او كده. وحابه ان انا اقول لكم ان الانسان لما يعيش لوحده دي مش حاجه وحشه ومش حاجه حلوه، يعني هي بتحتمل الاتنين في نفس الوقت. هي حاجه حلوه ان الانسان مريح دماغه من مشاكل، مثلا ما مفيش مشاكل في اسرته، مفيش مشاكل حواليه. بياخد وقته لنفسه، بيعرف يستمتع بوقته لنفسه، بيعرف يستمتع وهو عايش لوحده بحاجات خاصة بيه ممكن هو يعملها، زي هوايات، زي قراءة، زي مثلا يعرف يصلي في هدوء، يعرف يحفظ قرآن، حاجات زي كده. ووحشة في حاجات طبعا، زي مثلا ربنا يعافيكم جميعا، زي ما يتعب، زي موضوع ان هو يتعب. فانت لما بتتعب وانت لوحدك، فانت فعلا لوحدك، ما بتلاقيش حد جنبك، بتضطر بقى ان انت تعمل كل حاجة بنفسك، وانت اللي تعمل اكل، وانت اللي تفتكر مواعيد الادوية، وانت وبس كده. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم بتاع النهارده. ولو عجبكم نوعيه الفيديوهات دي ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت. ولو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك على الفيديو. شكرا.